تعالوا اقول لكم من فرخة مسلوقة بايتة في التلاجة من بالليل هنعمل بيها اكلة جديدة. كل اللي هيشوف الصينية دي ويدوقها عمره ما هيفتكر ان الفراخ دي كانت بايتة. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم وما تحرمش من الكومنتات واللايكات بتاعتكم. خليكم معايا لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللي ما تابعنيش لسه على صفحة الفيس طبخة وشنطة يتابعني ولايك وشير كتير، ونسمي الله ونشوف الحلويات دي عملناها ازاي مع بعض وهتدعولي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفرخة اللي كانت مسلوقة عندي في التلاجة. يوم ما سلقتها غيرت الاكل فاضطريت احطها في التلاجة وعملتها تاني يوم. ودي طماطم كانت في التلاجة عندي، حطيت عليها طماطمتين كانت متحدقة بتوم، ما رميتش